كافضل صانع محتوى عربي في التاريخ. صباحو. انا مره قلت له شيف قال لي لا طباخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في سلسله توب 10 افضل 10 يوتيوبرز في الوطن العربي. قبل ما نتكلم في الموضوع عايزك تنزل تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتقول لنا رايك في الكومنتات طبعا في الاول كده، وتقول لنا ايه هم افضل اليوتيوبرز بالنسبه لك. وتعالى ما ندخل في الحلقه. انا ما بتفرجش على يوتيوب قوي قد كده. محمد بيقعد كتير على يوتيوب، يعني ناس بتبقى بتسكرول على فيسبوك، محمد بيسكرول على يوتيوب. فانا بره الحلقه دي، انا ماليش وجهه نظر خالص في موضوع اليوتيوبرز. محمد هيقول لنا ايه افضل 10 يوتيوبرز من وجهه نظره. في المركز العاشر معانا عبد الرحمن ابو مالح. بصراحه انا من عبد الرحمن ابو مالح بودكاست 8 من احسن من احسن اليوتيوبرز. بودكاست 8 ولا بودكاست فنجان؟ هو انا كبودكاست فنجان او 8. هما الاثنين نفس الحاجه. هما نفس البتاع. الطريقه بتاعته في اداره اصلا النقاش او طريقه اداره البودكاست بتخليني مشدود اكتر للبودكاست اصلا من يعني بعيدا عن الضيف، بعيدا عن مين اصلا اللي موجود، طريقته في الحوار، طريقته في الكلام، طريقته في اداره النقاش بتخليني مرتاح اصلا، وبحب مداخلاته قوي. يعني في العادي او في اوقات انا لما في مثلا حد بيعمل بودكاست او كده ببقى بتفرج على الضيف، انا عايز الضيف، يعني انا مشغل الفيديو عشان الضيف. وقت ما بيجي يتكلم المذيع وبيتكلم البودكاستر بحس ان انا بنفور. لا ده بصراحه انا بحب دخلاته وبحب قطعاته قوي، من احسن اليوتيوبرز اللي عملوا بودكاست في عموما في التاريخ يعني. هو ده اللي كان مستضيف ياسر الحزيمي صح؟ البودكاست اللي انا هو بتاع العلاقات، بتاع الفيديو بتاع العلاقات. هو ده. طريقته بصراحه انا شفت له كذا بودكاست بعدها، بصراحه جميل، من احسن الناس اللي شفتهم في اليوتيوب العربي يعني. وفي المركز التاسع، المركز التاسع واحد بقى هو بصراحه من اجمد، او يعني من اجمد اليوتيوبرز الرياضيين في الوطن العربي. جامد قوي قوي يعني بصراحه. مين؟ صباحو. عمرو نصوحي. عارفاه. عمرو نصوحي بصراحه يعني رائد من رواد اليوتيوب العربي عموما. انا مشكلتي معاه واللي بتخليني هو عندي بقى شويه بعد يوتيوبرز عرب تانيين ان هو اوفر بصراحه، عنده سنه افوره كده. في ناس كتير تحبها بس انا بصراحه بنفر منها شويه. اوفر ازاي؟ في كلامه، في طريقه كلامه، بتلاقيه بيصرخ في الكلام. طبعا هو يعني بعيدا عن ان هو اصلا اول واحد او يعتبر من الرواد في موضوع التحديات في الوطن العربي في اليوتيوب اصلا. فيديوهات التحديات دي اصلا يعني عمرو نصوحي اللي عاملها. انا بحبه بقى في الحاجات اللي بيبقى هادي فيها. يعني وقت ما بيهدى كده ما بيصرخش، ما بيعملش، ما بيديش رياكشنات. انا بصراحه انا بحبه. بيفهم كوره وبيفهم بيفهم كوره، والفيديوهات بتاعته بتبقى كرييتيف وكل حاجه. مشكله الافوار عنده ديت اللي خليته في المركز التاسع بصراحه. ده اللي مأخره شويه. طب في المركز الثامن؟ المركز الثامن يحيى عزام. لوست عبده. هو بصراحه اللي في المركز الثامن لوست عبده مش يحيى يعني، او يحيى بصراحه انا يعني حبيت السلاسل اللي كان بيعملها بتاعه اللي هو قصه مش مهم تسمعها وكده، كنت بحبها قوي. بس لوست عبده بصراحه انا حبيت يحيى عزام اكتر. بس حبيب قلب اللوست بصراحه. انا حلو انت. احنا جبنا سكرو على فكره واشترينا سكرو بسبب اللوست مش بسبب يحيى. يخليه في المركز الثامن. بصراحه ليه بقى؟ لان من الثامن وانت ماشي قدام كده، وبصراحه هم ال10 جامدين، بس من الثامن وانت ماشي قدام بقى كده بصراحه الموضوع بيشتد. وفي ناس بقى بتبقى اقرب لقلبي، يعني في ناس بقى من القدم شويه، في ناس انا قعدت معاهم في اليوتيوب بدري شويه فانا حبيتهم اكتر. فاهماني؟ مين في المركز السابع؟ في المركز السابع ابو اسماعيل. محمود ابو اسماعيل من احسن اليوتيوبرز اللي شفتهم بيعملوا فيديوهات، يعني كميكينج فيديو، يصنع فيديو كده اللي هو مونتاج والفكره كرييتيف، طريقه التصوير كرييتيف، الايديتنج، الكلام ده كله. حسيت اللي هو لا حد فاهم، حد كرييتيف قوي، يعني حد كرييتيف قوي. محمود ابو اسماعيل بصراحه يعني انا قعدت فتره بتفرج على كل فيديوهاته. يعني بصراحه طريقته في عرض الفيديو او كده مختلفه عن معظم اليوتيوبرز اصلا الموجودين في الوطن العربي. انا ما شفتش حد بيعمل الفيديوهات بالطريقه بتاعته، فبحب طريقه فيديوهاته قوي. فهو ممكن يبقى في المركز السابع. وزي ما قلت هو ال10 كلهم جامدين، بس انا برتبهم حسب الايه، يمكن اقرب لقلبي شويه. مين في المركز السادس؟ اسمه محمد عدنان. ده بتاع تحدي المعلومات. بتفرج عليه كل يوم. تحدي المعلومات بيبقى مع محمد الله الغفري. محمد عدنان بصراحه بحب طريقته. يا عفو الله. طريقته دي. بصوا بقى في فرق ما بين افوره نصوحي وافوره محمد عدنان. انا بحب افوره محمد عدنان بصراحه. افوره محمد عدنان باللغه العربيه الفصحى بصراحه بتاعته، بالطريقه بتاعته في الكلام، في اللي هو اصلا في عنده كده حته نرجسيه اللي هو سلم عليك. سلم عليك. 8.2. انا بحب محمد عدنان بصراحه. بحب محمد عدنان، ويمكن اتحط في مراكز يعني قدامه عن كده، بس بصراحه اللي جايين زي ما قلت اقرب لقلبي. المركز الخامس ممدوح نصر.
الدوك ممدوح نصر الله بصراحه من اكتر اليوتيوبرز اللي بحبهم. يعني عارف انت اليوتيوبر اللي تحسه اخوك الكبير. صيدلي زيك. يعني لا مش هو بعيدا عن ان هو صيدلي زي، بس هو فكره ان هو فعلا حاسس ان هو اخوك الكبير. بجد. حتى حد عادي، حتى طريقته في التصوير، طريقته في الكلام ده كله كاتش موت، ان انت تحس ان انت قاعد معاه في البيت، حتى قاعد معاه في القهوه. طريقته في الكلام كمان والاسترسال، بسم الله ما شاء الله عليه. احسن اكتر يوتيوبر بيسترسل او ممكن يفتح الكاميرا ويقعد يتكلم فيها من غير اي حاجه. ممدوح نصر الله بسم الله ما شاء الله عليه، الدكتور ممدوح نصر الله يعني. وبحبه بقى بطريقته في الكلام، اراءه بعيدا عن المشاكل او الجدل اللي كان حصل. برضو من الحاجات اللي بحبها فيه ممدوح نصر الله في العادي، لما بيغلط في حاجه او بيعمل حاجه في الفيديوهات بتاعته او قدام الناس بيطلع يعتذر. الموقف الاخير اللي حصل هو طول شويه وبوخ شويه، بس يعني اعتذر في الاخر. حتى نفس بحبه بصراحه كشخص يعني. كلنا بنغلط، احنا مش ملايكه. بالظبط. وهو كشخص يعني، هو كشخص اصلا يتحب يعني، كشخص نفسه تحسيه حد عادي وطريقته زي ما قلنا واراءه، وعنده تحس عنده من الراي والحكمه كده اللي هو تحب تسمع له. فبصراحه هو قريب قوي لقلبي يعني ممدوح نصر الله. المركز الرابع محمود مهدي. الدود محمود مهدي. فيلم جامد، ماتش جامد، ستريم جامد، وبصراحه جامد. بصراحه طريقته في الكلام وطريقته في الروقان، عارفه اللي هو ايه، راجل رايق بسم الله ما شاء الله عليه يعني. ما يا ساده بص، الدنيا بتخرب بتعمل بتاع تلاقيه بيتكلم طالع في الستريم. طالع في الستريم. الستريم على ايه؟ واللي يجيبه فاهم، نفتح الستريم واللي يجي. وعلى فكره بعيدا عن الستريم ده حاجه جديده اصلا. القديم عنده او اللي عرفت اصلا محمود مهدي من فيلم جامد، والريفيوهات بتاعته عن الافلام وكده. وكنت اصلا احب اروح اتفرج على الريفيو لو حتى ما اتفرجتش على الفيلم يعني. فانا والله كنت بروح اشغل الريفيو بتاع محمود مهدي لما اعرف ان هو نزل فيديو جديد. انا ما شفتش الفيلم وممكن ما يكونش عندي النيه ان انا اشوفه اصلا. في افلام بعد ما شفت الريفيو بتاعه انا قررت ان انا عايز اتفرج على الفيلم ده. فهو بصراحه كشخص رايق. وانا زي ما بقول لك انا دايما شايف نفسي اللي هو انا ايه، انا هناك بعد ايا كان عدد من السنين يعني. اللي هو هناك وقت ما اوصل سنه كده انا حاسس ان انا انا حاسس ان انا شبهه، وانا عايز اقعد القعده دي كده اللي هو في الروقان يا معلم كده صح الفل. هي دودز، الدنيا رايقه بصراحه. المركز الثالث ابو زيد، احمد ابو زيد. دروس اونلاين. بصراحه انا بحبه كشخص، بحس ان هو شخص مؤدب قوي. شخص جميل وطريقته المحتوى بتاعه دايما مفيد. بيحاول ان هو بيعمل محتوى مش مجرد ان هو يعمل محتوى كانترتينمنت بس، لا ده هو بيعمل محتوى اصلا افاده من جانب اصلا من اسم القناه بتاعته دروس اونلاين. ودايما بيتكلم، دايما مش بيتكلم من باب اللي هو انا بتكلم وخلاص، لا بتكلم بعلم، بيبقى قاري يجي يفيدك. تحس ان هو والله بجد بحس ان هو حد اخوك الكبير اللي جاي عارف معلومه فجاي يعرفها لك. الحد الطيب اللي هو جاي يعرفك المعلومه دي. بحب الشخص. انا ما بتفرجش على فيديوهاته كتير يعني، بس بصراحه لما بشوفه قدامي بحب ان انا عايز اشوف الفيديو اللي هو بيتكلم فيه. وكمان البودكاست بتاعته برضو جميله، برضو من احسن الناس اللي بتعمل بودكاست، وطريقته في الحوار بتاعته جميله بصراحه. بحب احمد ابو زيد. المركز الثاني ممكن مروان سري. مروان سري بقى بصراحه بص يعني مروان سري وشله ارزع يعني. انا اخد عايز اقول لك على حاجه، انا مره قلت له شيف قال لي لا طباخ. لازم اللي ما ينفعش تقول مروان سري من غير ما تقولها. مروان سري بصراحه انا بحب عفويته. حد تحسيه طيب اصلا كده قدام الكاميرا، بحس ان هو على الله فاهم اللي هو ايه، رياكشناته وش انا بحبه بصراحه. بحب احمد يعني مروان سري. بحس ان هو حد غلبان كده كيوت، وحد ما بيعرفش يحل الكلمات المعكوسه. لا بيعرف يحلها. لا خالص. صراحه هو جميل. انا بحبه كصانع محتوى. حتى المحتوى بتاعه دايما مجتهد في المحتوى. ربنا يوفقه ارسنال تاخد الحاجه اللي بيدور. لا يا ربنا يكرمه ان شاء الله وياخد اي حاجه ثانيه، ياخد دوري الابطال، يسيب لي الدوري الليفربولي. انا ناقصه معلش يا مروان. انت في قلبنا بس مش لدرجه ان ارسنال تاخد الدوري يعني. المركز الاول بقى يعني بعيد عن الحب يعني انا بحبه، بس هو بصراحه يعني قايم كافضل صانع محتوى عربي في التاريخ. الدحيح احمد الغندور بصراحه خد اليوتيوب من حته ولماه في حته تانية خالص يعني. احمد الغندور بصراحه عزيزي يعني عزيزنا كلنا بجد. اللي هو احمد الغندور الدحيح كفكره من البدايه خالص لغايه النهارده فكره متطوره بطريقه. انا شفت له فيديو كان اللي هو كان منزله من فتره، ده الفيديو بتاعه وهو صغير شكله كان مختلف تماما عن دلوقتي. لا الفيديوهات بتاعته فيديوهاته حتى وهو برضه هو زمان الفكره ان هو بدا بصانع محتوى، دلوقتي يعتبر مقدم محتوى اكتر من صانع محتوى. بس بامانه
المحتوى بتاعه لا يعلى عليه، طريقته في التقديم اصلا، الكاركتر بتاعت الدحيح دلوقتي اي حد بيعمل محتوى تعليمي اصلا او محتوى ده بيقول لك باول اتهام ليه انت بتقلد الدحيح. عمل كاتيجوري تاني اصلا من الفيديوهات، خد زي ما قلت لك صناعه المحتوى لناحيه تانيه خالص. وقت ما راح يعمل اعلانات اصلا خد يوتيوب معاه، يعني عمل نفس انا الدحيح، انا كاركتر الدحيح ما بيطلعش منه. الموضوع ده مش متكرر كتير، يمكن مفيش كاركترات اصلا في اليوتيوب كتير قد ما يعني مثلا دحيح ويمكن لوست عبده، دول اللي انا شفتهم، دول الكاركترات اللي هي محافظ عليها. بس طبعا الدحيح في حته تانية خالص، الدحيح في حته، الدحيح ده شخصيه اصلا اتعب عليها واتعمل فيها تفاصيل لدرجه انها بقى تحس في ناس والله العظيم تحس ان هو اصلا حقيقي، في ناس تقتنع ان الاوضه دي حقيقيه، ان اوضه الدحيح دي حقيقيه. الموضوع ده بصراحه يعني يخليه يعني افضل صانع محتوى في تاريخ اليوتيوب العربي لغايه دلوقتي يعني على الاقل. الموضوع طبعا انا كنت بتكلم فيه لوحدي علشان الموضوع يعتبر انا اكتر حد بصراحه انترستنج فيه، هي ما لهاش قوي في اليوتيوب. فانا عايزك تنزل اول حاجه تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لنا في الكومنتات رايك، وتقول لنا برضو ايه هي الافكار او الحاجات عايزنا نعمل منها سلسله الافضل في الحلقات الجايه. زي ما قلت لك لايك شير سبسكرايب والسلام عليكم.